أقسم بالله الله يحبنا، ولكن نحن لا نحب أنفسنا. أي والله الله يحبنا ولكن نحن لا نحب أنفسنا. الله يسر وسهل لنا طريق العودة من كل حدب وصوب، ولكن أين السالكون؟ ولكن أين العائدون؟ ولكن أين التائبون؟ ولكن أين الساجدون؟ ولكن أين الراكعون؟ إنما هم في حب الدنيا راتعون. الله أكبر. الله يحبنا ولكن نحن لا نحب أنفسنا. فهنا قال النبي محمد عليه ألف الصلاة والسلام: إن تاب العبد وأقلع عن حياة الذنوب، كل واحد بنا عنده ملائكة حفظة كاتبون يكتبون ما نقدم وما نفعل، أليس ذلك؟ يعني سبحان الله ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد يسجلون عليه ثم عليكم، أليس ذلك؟ طيب أليس هم الملائكة الحفظة الكاتبون الذين قاموا بتسجيل المعاصي والذنوب التي نحن اقترفناها؟ بلى. طيب إن عدنا إلى الله صادقون بالتوبة صادقون بالرجوع، ما هو الجزاء من رب العالمين؟ اسمع معي يرعاك الله. قال النبي محمد عليه ألف الصلاة والسلام: إن تاب العبد إلى ربه وأقلع عن حياة الذنوب أنسى الله الملائكة الحفظة الكاتبون. الله ينسيهم، يجعل الملائكة تنسى لأنك تبت وعدت إلى الرحمن. فنحن قلنا حياتنا تبدأ بما بعد الموت وليس الآن. طيب لماذا لا نعود؟ لماذا لا نستغفر؟ لماذا لا نرجع؟ ما ذلك الغرور؟ ما تلك الغفلة عن دين الله؟ الله يحبنا ونحن لا نحب أنفسنا.